ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ للاسف النهارده اخر يوم، الطياره بتاعتي بكره. فطبعا عشان خاطر ايه عايز استغل كل دقيقه هنا واشوف اماكن جديده. في مكان اسمه اولمبيا بيرج. المكان ده زي حديقه دوليه كده، مساحتها ضخمه جدا، اتعمل فيها فعاليات وانشطه، ركوب عجل وسكوتر، في كذا نوع من الرياضه يعني هناك ممكن تمارسها هناك يعني، ومساحه كبيره من الخضره. مكان حلو يعني، انا شفت صوره ومكان حلو. فخلينا كده نروحوا هناك ونشوفوا المكان ده هيبقى يعني توقعاته ايه. وبرضه انا عايز اروح هناك لان المكان ده بعيد شويه هنا عن المكان اللي انا فيه، هو في شمال المدينه. فمعنى كده ان انا برضه هشوف اماكن جديده. والله يا جماعه ما فيش احلى من موضوع انك تتوه ده. يعني انا دلوقتي دخلت المترو اللي تحت او القطر اللي تحت ده، طالع من المحطه اهو، وبرضه مش عارف انا يعني ماشي على السؤال. بس حلو يعني، تتعلم يعني. الموضوع كل ما بيزيد صعوبة فكل ما بتتعلم مرة في التانية. المرة دي وصلت بشكل أسهل شوية. أنا لسه ما وصلتش الحديقة، بس يعني قربت. لسه واصل اهوت المكان اللي أنا هركب منه أتوبيس، المفروض هيوديني اللي هو أولمبيا بيرج. الشاب اللي لسه معدي ورا هناك ده اللي اختفى اهو، قابلته بالصدفة، فأنا بقول له أنا وصلت المحطة بس أنا مش عارف الأتوبيس فين يعني. فشاور لي قال لي الأتوبيس بيبقى واقف هنا وبيبقى رقمه كذا ومكتوب عليه يافطه. المهم قعد يشرح لي يعني، فبيقول لي انت اول مره في المانيا؟ قلت له اه انا اول مره اجي هنا. طب ايه رايك؟ قلت له بصراحه البلد جميله ومنظمه قلت له الايجابيات اللي انا شفتها في البلد. قال لي طب انت تفكر تيجي تاني يعني، ولا انت يعني دي يعني خلاص كده انت جيت شفتها فمش هتيجي تاني؟ قلت له لا والله انا ممكن اجي تاني اشوف بقى بقيه المدن يعني. قال لي على فكره، قال لي انت منين؟ قلت له انا من مصر. قال لي على فكره انا كنت في مصر قريب، قعدت هناك اسبوعين، ورحت الغردقه، وقعد بقى يشرح لي الاماكن اللي راحها. قلت له طب ايه رايك في مصر؟ قال لي جميله جدا جدا، لازم ان انا اروحها تاني. بلدنا حلوه والله يا جماعه، بلدنا حلوه ومركز للسياحه، بس الحمد لله. بصوا يا جماعه شايفين المنظر؟ بص الشاب اللي هناك اللي بيجري ده، بص المنظر عامل ازاي. ده الاتوبيس اللي انا هركب زيه يعني، ده شكله. بص المكان عامل ازاي. يعني احلى حاجه اللي انا مش عارف ازاي هرجع. والله ما عارف الطريقه اللي هرجع بيها، بس هنرجع ان شاء الله زي ما جينا زي ما هنرجع باذن الله. يا جماعه المتعه مش في الوصول، المتعه في الرحله. الاتوبيس بتاعي جه، شكله هيمشي. لا هيقف. شوف بقى اوه مشى. ليه كده؟ ليه راح علينا الاتوبيس؟ ليه كده؟ ليه يا صديقي؟ يعني انا واقف بفرج الناس المكان، تقوم انت تغدر بيها وتخلع؟ طب ايه بقى، هركب ايه تاني ولا ايه؟ طيب مفيش مشكله. ايه يعني ان هو فاتني؟ عادي. ادي الساينس اهي. طبعا الكلام مش باين، بس هو باين عندي يعني، الكاميرا بس اللي مش بايناه. المفروض ان انا ايه الاتوبيس بتاعي اللي هو اللي انا هركبه 144 وقت او قبلها، ما قبل ما يقرب تقريبا ب10 دقايق هيبتدي يظهر هنا على اليافطه دي. ماشي. هو اللي انا عرفته ان الاتوبيس ده بيجي تقريبا كل تلت ساعه، استناه بقى لحد ما يجي. بس كده انا عرفت مكانه يعني، عرفت هو بيمشي منين. اهو يا جماعه الاتوبيس جه 144. ماشي. المره دي بقى ايه، مش هنخليه يغفلنا بقى. لسه نازل اهو. ودي يا جماعه اولمبيا بيرج او اولمبيا بارك، الحديقه الدوليه. هل في بوابه بقى مثلا بتدخل منها بتقطع تذكره؟ مش عارف. خلينا نتعامل اللي احنا مش عارفين ونكتشف. شوفوا يعني ايه اللي موجود في الحديقه دي. هل حاجه بس يعني، هل مجرد يعني اماكن كده زي دي كده، خضره وشجر وزرع وتتمشى فيها، ولا مثلا في انشطه؟ طب انا كنت شايف شايف في الصور زي ملعب كده. طب هل في ملعب هنا؟ المفروض ان في ملعب، مفروض
وفي فعاليات هنا، انشطه رياضيه وكده، فخلينا هنعرف كل ده. بص انا لسه شايف ناس نازله، بص ما شاء الله عليهم، ما شاء الله يعني. بصوا نازلين نازلين من هنا، بصوا المكان عامل ازاي، ما شاء الله يعني. عشان ما نسيتهمش. فخلينا ايه نطلع من نفس المكان اللي هم نازلين منه. يعني انا عايز اطلع على اعلى مكان منطقه، بحيث يبقى ابقى كاشف المكان، اشوف هتبقى توجهاتي ازاي في المكان يعني. بص الكلب ده جاي يجري عليا. اهو باي. الكلب ايه عشان زولته ناديت عليه فراح واقف مش عايز يتحرك. سلام يا كلب. بصوا يا جماعه المنظر، لسه فاضل فوق، خلينا نكمل. المكان ده كان عايز بصراحة يكون في شهر تاني أو في وقت تاني الواحد ما يكونش صايم فيه. مكان مساحته مهولة يعني. أنا فاتح جوه الماب، لا المكان كبير جدا جدا. طبعا معظم اللي بيجي هنا بيعمل أنشطة رياضية زي ما انتم شايفين كده، زي الراجل اللي ورايا ده بيقعد يجري. ناس تجيب الكلب بتاعها تقعد تمشي شوية، يقعدوا يتمشوا. أكيد في أنشطة وحاجات تانية. وفي أهو الملعب هناك أهو، خلينا نروح نشوفه وبعد كده نطلع هنا عشان شايف المكان ده فيه ناس كتير. تعال نزور الكلب ده. Hello? Can I take photo with him? Ja, okay. Aber er hält nicht Not still. dangerous? I don't think so. But he's moving a lot, so. Hey, come. No, he doesn't come. No? No, no. Why? Oh, nice. Chicken. Oh, chicken. No, 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 no. Okay, thank you. Bye. Bye. قالت لي لا 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 حاسب. هو صغير، هو صغير بس يحير. خد بالك يعني، مش معنى ان هو صغير فممكن، لا ممكن يعضك. اين انت ايها الملعب؟ بص الناس مع ابنه وبيلعبوا كوره. عايش يا وحش عايش. انا نسيت اوريكم المكان اللي ورايا ده، برضه زي استراحه كده، ناس بتيجي تقعد فيه تشرب حاجه تاكل حاجه. ايوه بقى كده، دلعني بقى دلعني بقى، بحيرات بقى هو ده الكلام. بس بص حاطين سور هنا عشان مش هينفع تعدي من هنا، فاكيد في مكان تاني تنزل منه. فين بقى المكان التاني؟ الناس بتوع اسكندريه، الناس بتوع اسكندريه. المكان ده شبه ايه؟ نسخه كربون منه يعني، مش في ملامح كده من المنتزه صح؟ بس هنا طبعا على اجمل بصراحه، الصراحه يعني. هنا تحس ان هما بيحترموا الطبيعه، هما بالفعل بيحترموا الطبيعه. من ساعه ما جيت ما شفتش مثلا شجره كده متشاله ولا مبنى كده مهدود. بصوا انا هتجرأ ولا انا اروح اقول لهم اللي انا عايز العب معاهم. Hello? What's the name of this game? What is Volleyball. Oli? Volleyball. Volleyball. Yes. Like in beach? It's you have to throw the ball over the net. Yeah. Can I try? If you want to, yeah. Yeah. I'm sorry, I have a question. Did it take? So she's going to throw the ball into your hand, and you just have to try to catch the ball and just throw it over the net. It doesn't matter. You can go.
fang die auf die rechte Seite. Okay. I'm not good at all because... Warte, ich will nicht, dass sie da drin ist. Okay. Like I'm just going Yeah, to yeah. try. For filming. Yeah. Yes. Just me. Okay. Should I be that? Mariela. How about it? It's okay? It can't fall. You should try throw it over the net. Like If you can make this So, or with your hands. or with, when the ball comes to you, you can do this. You can make so. like that? Ariela, geh weg von da. Yes. That, yeah, yeah, yeah. That was good. That was good. You played it before? Really? That's really good. Yeah. Oh. Is it too high? Should I play it more? Professional player. Yeah. Oh. Wow. Yeah. She won because... When ball. For you. Because I couldn't throw it over the net. So I think the 2 points and 1 point. Yeah. Okay, ich auf. Warte, fass ihn lieber nicht an. Are you ready to say hello to everybody? Let's go. Yeah, okay. Let's start. Zum ersten Mal. 3? Yeah. I think 5 points. Well, it's actually 5 points. well if you play like in a team, then it's like actually 25 points. 25? Yeah. When you play it. Well, there's like always like 2 sets, and like the first game, the first team who got like 25 points, they're like the winners. But if you have to like do like 3 2 points more, Okay, you get it? 10 points. Okay. Let's make it. Ja. Von links da hinten. Von Sophie. Ah, ne. Sonst. That was all. This was an out. Like you see those S. Yeah, like you have like the play thing. Well, there's like always an out and always like a win. In. One. Okay. 1 point again. Yeah. How was the point? It was good. Yeah. I think it's 7-4, 7-5, 7-4, something like that. Yeah. Eight and I have six. Einer. Film mal nur ihn kurz. Oder ich schreibe dann. Nimm. No. Leute, er hat 9, ich habe 8. 9. 9-8. So ein englischer Er spielt besser als ich. Okay, wenn er jetzt einen Punkt hat, dann it's 9-8. 1 point. On your side. The point 9-9. When? Amoya? Yes. Thank you. Here. شفتوا المباراة يا جماعة؟ البنات دي وانا تحت فقالوا لي ان ايه هم مش حابين ان وشوشهم تظهر في الفيديو، هم مش حاسين بامان يعني بحاجه زي كده. فانا بسالهم بقول لهم يعني هو ده قانون في المانيا؟ قالت لي قانون، احنا لينا الحق او اي حد ليه الحق ان هو يمنع ظهوره في الفيديو بدون اذن يعني. فقلت لها خلاص اوكي، فقلت لها ماشي مش هصور وشك، بس لعبت شويه حلوين بصراحه يعني. فكره انك تيجي اصلا في مكان زي ده وتفرغ الطاقه السلبيه تقعد تجري وتلعب، موضوع لذيذ. الوقت مش عايزه يسرقني. نبص بصه سريعه على المكان ده، البحيرات دي، وبعد كده نطلع
نروح. واحنا مروحين لو عرفت اطلع على المكان العالي اللي انا شفته اول ما جيت هطلع، معرفتش بقى يبقى هطلع على طول من المكان ده ونشوف بقى هنعمل ايه. شايفين المنظر يا جماعه عامل ازاي؟ يا الله. مش عايز اقول لكم درجة نقاء الهواء هنا عامل ازاي، فظيع. عارف انت الهواء الخفيف اللي هو الهواء الحلو الخفيف ده اللي بيبقى على الصدر ده ما تحسش بيه، يعني ده درجة نقاء الهواء يعني هنا. يا جماعة في شوية وز هنا اهو، وز ألماني. ينفع اقفش لي وزاية؟ اظن الوزاية دي هتلاقي لحمها ابن ناس. ازيك يا وزة؟ بص عايشة حياتها. هتخيل الوز ده عايش حياته وانت لأ. بص عايش في مساحة عاملة ازاي. بص كل ده مكانه، يزهق ينزل المية، يزهق يطلع الخضرة. يعني بص مفيش دلع أكتر من كده. يا الله، سبحان الله، سبحان الخالق. ايه الجمال ده. لقيت الشباب بتلعب هنا باركور. ايه ده؟ مش عارف ممكن لا نشارك. ايه انا لو جربت حاجه زي دي هقع. اوه بتهيألي كفايه كده. حلو كده على المكان ده، مكان كبير يعني مش صغير. انت عشان تخلص المكان ده كله عايز تقعد بقى طول اليوم هنا. حلو كده نخلص بقى هنا كده نطلع. هرجع المنطقه اللي انا فيها، بس قبل ما ارجع برضو هلف شويه كده هشوف يمكن الاقي حاجه مختلفه عن المكان اللي انا قاعد فيه. بصراحة ده المكان اللي كنت بتارجته في الأول، اللي فوق خالص ده، عشان خاطر اخد بس شوت كده ايه، اشوف المنظر من فوق يبقى عامل ازاي. بصراحة محتار اعمل كده ولا لا. ماشي، ما جاتش من 10 دقايق الا ربع ساعة كمان. يلا بينا. ايش هذا كله؟ ايش هذا؟ سرعة طلع قد ايه؟ قربنا. طيب بصراحة لا، هو المكان يستاهل، المكان يستاهل. بصوا يا جماعة المنظر، بصوا الفيو من هنا، بصوا هنا عشان اخليكم تتخيلوا المنظر. بصوا ده اعلى مكان في اولمبيا بيرج هنا، اولمبيا بارك. اعتقد ده اعلى مكان لان مش شايف مكان اعلى منه تاني. الراجل اللي كان بيصورني بيقول لي على فكره ده انت لما تيجي الصبح بقى والشمس موجوده هتشوف منظر خرافي ما شفتوش قبل كده. وبيقول لي المكان ده بيبقى مزحوم جدا، ناس كتير بتيجي هنا بتاخد صور وتبقى واقفه هنا. لا المكان يستحق بصراحه المعاناه اللي الواحد عاناها دي، مش خساره فيه الوقت اللي ضاع. بص المنظر عامل ازاي. بصوا يا جماعه شايفين المنظر. شايف معظم المدينة من هنا، شايف مساحة كبيرة من المدينة. بص طريقة بين البيوت عامل ازاي. بص البيوت متنظمة ازاي. عارفين اوحش حاجة ايه في اليوم اللي احنا فيه ده؟ ان هو اخر يوم في الرحلة دي. طيرت بكرة، ده أسوأ ما في الموضوع حقيقي يعني. بصراحة بلد جميلة جميلة يعني. أكتر حاجة عجبتني في البلد، الأول كنت بقول إن هو complicated system، لا دلوقتي يعني أكتر حاجة عجباني في البلد النظام. يعني في نظام حلو كويس.
نظام بيخليك انت مرتاح، بيخليك ما تبقاش حاسس بمعاناة يعني. بعد كده بقى في حاجات تانية كتير يعني زي شبكة المواصلات اللي انت اي مكان انت عايز تروحه سهل تروح، مش هتحس بان انت مش هتحس بمعاناة، مش هتحس ان في صعوبة في الموضوع. عادي اي مكان انت عايز توصل له بسهولة جدا. في شوية حاجات كويسة يعني. ممكن نبقى نعمل فيديو نتكلم فيه عن ايجابيات وسلبيات. ما اعتقدش اقول المانيا، يعني كلمة ايجابيات وسلبيات المانيا دي كلمة كبيرة عليا بصراحة. انا راجل بقالي كام يوم يعني. اللي يعمل فيديو او يتكلم عن ايجابيات وسلبيات بلد بحجم المانيا دي، ده عايزه مثلا يبقى واحد عايش بقاله سنه سنتين. ماشي، يكون مر بتجارب ياما خطوات كتير. انا بالنسبه لي انا لا يعني تبقى كلمه كبيره قوي يعني. بس ممكن ايه ايجابيات وسلبيات الرحله، ايه احسن حاجه عجبتني، ايه اكتر حاجه ما عجبتنيش كده. اخر يوم طب بتهيألي طيبة كده يعني، حلو كده. ايه بقى ناخد بعضنا ماشي ونطلع من المكان ده. really? Funny aus. She always wants to play. No, Oh. no. Calm down. Oh, no food. No, there's no food, nothing to eat. Can we So make pay video together? attention. Yeah, okay. What is his name? It's Bonnie. Bonnie? Bonnie. It's a German short-haired pointer. Uh-huh. Hunting dog. But Hunting. I have her, she's from Bulgaria, from the shelter. Mm-hmm. I got her, she was 1 year old. I know nothing. Bonnie. What is his age? I don't know exactly, 5 years. 5 maybe, years? Or maybe 6, yeah. 5 years in this dogs is old or young? They are, especially this breed is very young till 10, Mm-hmm. but then it's an old dog. So every day something could happen with the health or Yeah. something. It's my third one. Third one? Yeah, my Oh. first one was very like a Doberman size. Yeah, I know Doberman. Yeah, but the size like a Doberman, and he went nearly 15 years old. But the second one only 11. She 11. had cancer, Cancer. the nose cancer, and we don't recognize it, and it was really big when we saw there's something wrong, and yeah. How is health of these dogs? Is it good? I have no dog from the breeder, so I don't know exactly if they pay attention in the other countries, because they were making money, a lot of puppies, and they don't. And I can't explain it really good, but it's like good. that. Yeah. And then the health is not very good. So I don't know. It's yes, there's a ball. Oh, it is active. Yes, and she's a ball junkie. But she's always nice. She's not attacking the other dog. Yeah. Bonnie, come here. Bonnie, come. Bonnie. I think he love you. Pass auf, da sind noch Löcher. Pass auf, schau. بص يا جماعة مركز ازاي. Oh, come Bonnie. Relax. Oh, can we make video together? مش عايز يصبر دقيقة واحدة اخد معاه صورة. I don't like these people because always other dogs want this ball, and that's a problem. I saw one dog. I don't play ball. Bonnie, come. So he is play ball. Come please. Oh Bonnie. Hi Bonnie, say hi. يلا خد يلا. مش عايز يصبر يا جماعة دي ما شاء الله عليه. اوكي ثانك يو. باي. الكلب نشيط لدرجة ان هو مش عايز يقف حتى يعني 5 ثواني على بعض. بصوا ما شاء الله عليه. بس الكلب بتقول لي ان هو بيحب اللعبه قوي ومغلبها بسبب الموضوع ده يعني. انا كل ده كنت بفكر نفسي بصور. طيب انا لسه طالع من المدينه اهو، من الحديقه، فقعدت اسرش كده واشوف ان في اماكن قريبه مني او حاجه، ما لقيتش. حتى ميديا ماركت ما لقيتش حاجه قريبه مني هنا. مفيش مطاعم، مفيش كافيهات، مفيش مكان حاسه مش حيوي يعني، بس هو مكان جميل بصراحه.
فلو كده خلينا بقى ايه نرجع مكان ما اتحركت هناك في المنطقه اللي انا قاعد فيها، ومن هناك اشوف اقرب ميديا ماركت ليا ونخش ونصوره جوه. شوفوا ايه الدنيا. يا ولا يا خطر يا ولا، بنت ركبت البتاع ايه وطارت. يا ما كان نفسي اجرب البتاع دي. منه لله البنك، منه لله البنك اللي مش عايز، الفيزا اللي مش عايز يشتغل دي. والله يا عم بنك قول ايه بس. كمية هدوء في الشارع مش طبيعية. يعني انا حاسس بتوتر، والله حاسس بتوتر. يعني مش الواحد مش معتاد على الهدوء اللي بالشكل ده. حتى بص نبرة صوتي نفسها اوتوماتيك بقت يعني بقت متأقلمة متناغمة مع الجو. مش محتاج تعلي صوتك اكتر من كده عشان حد يسمعك وانت تسمعه او انتوا تسمعوني. تقريبا كل ما بتبعد عن السنتر بتشوف بقى ايه، يعني بتشوف المانيا على حقيقتها بقى. الهدوء بقى والمباني والمش عارف ايه. بص الشجر اصلا يعني تحس ان هو بالمسطره. بص كله قصاد بعضه. بص الشجر كله قصاد بعضه. بص يعني حتى يعني مش قصاد بعضه كصف بس، لا دي قصاد التانية اهي. يعني انت متخيل النظام الناس دي فيه؟ تخيل طريقة النظام اللي بيتعاملوا بيها حتى في سلوكهم. يعني السلوك بتاعهم هم نفسهم اتعودوا على النظام في كل حاجة. المفروض بقى ايه هنكسر شمال ماشي عشان نوصل الايه المحطة دي. طب هنا مفيش بتاع عشان تعدي، يبقى بتستنى العربية زراجتها كده، تستنى لحد ما الطريق يفضى وتعدي.